اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أمينه على وحيه خيرته من خلقه أشرف من وطئ الحصى بنعمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، تحدثنا في الخطبة الماضية حول بعض الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة معلم من معالم القدر ومعلم بارز في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مليئة بالدروس والعبر. والمسلم واجب عليه أن يقتفي أثر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينكب عن كل خير ليسترشد بهذا النور ويهتدي بهذا الهدي. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النور الذي أرسله الله عز وجل لإنارة العالم وإنارة القلوب المسلمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نور هذا العالم الذي بدد الله عز وجل به ظلمات الشرك وأعلن به نور الإيمان والوحدانية. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرحلة المباركة، رحلة الهجرة، ما ترك مجالا في رحلته للحظوظ أبدا، إنما كان متوكلا على الله عز وجل حق توكله. ليس هناك شيء يترك للمصادقة، إنما أخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. والذي يتفحص رحلة الهجرة من مبتدئها إلى نهايتها يجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن التوكل على الله عز وجل حينما اختار رفيقا وصديقا وصاحبا لهجرته، ثم كتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الهجرة عن بقية الناس، فلا يعلم إلا من له دور يقوم به في هذه القضية البالغة. فأعد صلى الله عليه وسلم لكل أمر عدة، ووضع كل أمر في نصاب، فذهب إلى بيت أبي بكر في وقت لم يعتد الذهاب إليه، وقت شديد الحرب حتى لا يرى أحد.
رضي الله عنه وارضاه. فهل قال لهم اكتموا ما سمعتم؟ هل قال لأهل بيته اكتموا ما سمعتم؟ البيت تربى على هذا، لم يحتج إلى أن يؤمر أهل البيت أو أن يأمر أهل بيته بأن يكتموا سرا، فهم تربوا على كتمان السر. وكتمان السر فضيلة من الفضائل التي قلما تجدها في أيامنا هذه. السر الذي إن أفشاه من استودع عنده حدث من وراء ذلك مصائب وويلات. كثير من الأسرار حينما أفشيت قلبت بيوت وهدمت وتشردت أسر وسفكت دماء بسبب أمر من الأمور. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن نأخذ بالعلم والحذر في كل أمورنا حتى في أسرارنا معه. فليس من يؤتمن على المال يؤتمن على السر. من يؤتمن على المال ربما يحافظ عليه لأنه سيسأل عن هذا المال. أعطني مالي كان المبلغ مقداره كذا تأخذه كذا. لكن ليس من يستودع المال كمن يستودع السر. لا يحفظ السر إلا من له شرف، والسر عند كرام الناس محفوظ. عند كرام الناس ليس عند الكل. فربما يتعرض المرء منا لكثير من المشاكل والأعباء في مشوار حياته، ويحتاج لشخص يستودعه بعض الأسرار، يستودعه بعض أسراره، وذلك ما نسميه بالفضفضة. يريد أن يتخفف من هذه الأحمال مع صديق الله. فلا بد أن يكون الصديق على قدر هذه المسؤولية. فإذا كنت أنت عاقلا حقا فلا تودع سرك لأحد. يعني أمور الأسرار لا تستودعها عندها. إذا ضاق صدر المرء عن إتمام سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. فإذا لا خير عن إفشاء سره فهو أحمق. أيها العبد، الأسرار، المجالس، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يقول المجالس بالأمانة. المجالس أمانة. كل ما تتحدث به في أي مجلس أمانة. فإن قمت عن المجلس وأفشيت السر فإنك تتجاهل، حتى وإن لم تحفظ على هذا السر. يعني حتى لو ينبه عليك من تحدث اكتب عنه، حتى إن لم يكن لك لابد أن تكون أمينا. من الذي يعلمك؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكلمة أنت تحكمها، فإذا خرجت من فمك حكمتك تجعلك أفضل الناس في المجلس، تجعلك تعتذر، تجعلك تقدم تنازلات من أجل شيء يفشع الأسرار. وهذه علامة على ضعف الإيمان. من يفشي السر دليل على ضعف إيمانه. فالمؤمن يكتم أسرار أخيه ويكتم أسرار بلده. منذ أيام القلائل سمعتم بمن قبض عليه من أجل أنه يبيع أسرار بلده لعدوه. من أجل ماذا؟ من أجل مال
في رحلة الهجرة لم يفشي سر نفسه إلا على كل طائف مهم قريشي المسلم. ولذلك في رحلة الهجرة حينما سئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من هذا يا أبا بكر؟ قال: هذه يمين الطريق. الله أكبر. انظر إلى التوجيه، هذه يهديني الطريق في رحلة الهجرة، وصدق، يهديني الطريق في الدنيا وفي الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بكل ما فيه هدى. حفظ الأسرار يا شباب، ورد الأمانات إلى أصحابها أيضا، وبيان أن حقوق الإنسان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الرفعة وفي أعلى المنزلة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لا يحملنكم كره قوم أن تؤذوهم إن أتيح لكم ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تآمروا على قتله وأخرجوه من بلده أحب البلاد إلى قتله، ومع ذلك أمر سيدنا علي أن يبيت في فراشه. لماذا؟ ليرد الأمانات إلى أصحابه. كثير من الناس يصدر في هذه اللحظة ويثبت بغيره إن أتيح له ذلك. أما المسلم فلا، إذا عاش وفى بعهده، إذا خاصم لم يصدر، لأن هذه صفات المنافقين. صفات المنافق إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خاف إنه يكون الأمان. فمن صفات المسلم أنه أمين، تلك صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خلعوها عليه حينما قال له: أكنتم مصدقين؟ قال: ما جربنا عليك كذبا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بينهم يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أمين. لقد نظر بالأمانة في أيام الجهاد النزوة، وتلك علامة من علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنظر الأمانة حتى يقال في البلد الفلاني رجل أمين. تنظر، تقل الأمانة. إذن الأمانة دليل على الإيمان، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له. إذن الأمانة صفة لا يتحلى بها إلا إن الله يأمركم، ومن الذي يأمر؟ الله، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ليست أمانات المال فقط، لأن الله يقصر هذا الأمر على الجمع المال. كل ما تؤتمن عليه حتى السر تؤديه إلى صاحبه، بمعنى تحفظه عليه، تحفظ عليه السر، تحفظ عليه مال، تحفظ عليه رزق. اكتم سر الناس، ولا تكن فضوحا تفضح غيرك إن رأيت شيئا، فاستر، فالستر أولى. أيها الأخ المسلم الكريم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وقد عوض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فضل الله عز وجل عظيم على نبيه وعلى الصحابة بل علينا نحن. هل تستطيع أن تعدد نعم الله عز وجل عليك؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والمال والأحباب ومواطن الصبا، ملاعب الصبا، الأماكن اللي تنطق فيها والصغار. يعني كل إنسان منا يحن إلى أول منزل يسمونه مسقط رأسه، يحن إليه، يحب أن يرجع إليه من الحين للآخر. طردوا أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، فعوضهم الله عز وجل، عوضهم الله عز وجل وجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا وشرفهم وأعلى منزلتهم. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. لهم ما له عند الله ولهم من المنزلة والمكانة عند الله عز وجل ما له. فينبغي أن نوقر هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا الديار والأهل والأوطان من أجل ما؟ من أجل ما؟ الذي يخرج من بلده فيزة عمل أو هجرة دائمة أو ما شابه ذلك من أجل دنيا. أما هؤلاء لم يخرجوا من ديارهم وأموالهم من أجل دنيا، بدليل ما حدث مع سيدنا إبراهيم قال أرأيتم لو خليت بينكم وبين مالي أتخلون بيني وبين وجهتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال دونكم مالي. فقال صلى الله عليه وسلم ربح البيت أبا يحيى، ربح البيت لأنه اشترى بماله ماذا؟ اشترى الجنة، اشترى الجنة. ولو أن كل إنسان منا تخفف من هذه الأحمال التي تنوق بها الأمور وتثقله في ساعة العبد على الله عز وجل فينفق من ماله لله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، بدل أن يأتي بهذا المال كله أمام الله عز وجل ليسأل عن هذا المال كله أمام الله من أين وفيما، من أين وفيما. إذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمك أن تتجرد لله، أن تخلص لله، أن تنفق لله، أن تجعل حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول